هلا شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير صحة وعافية. مشتاقة لكم قد رحمة رب العالمين. تعالوا حبايبي تعالوا، انا صار لي فترة غايبة عنكم وحبيت اليوم ارجع وياكم بفيديو. بس هذا الفيديو اتمنى من عندكم تفجروا لي يا لايكات حتى الفيديو يصعد ويصير مشاهدة من اكثر عدد ممكن. هنا داخل هذا الكاونتر عندي كل فترة اني اغير، يعني انظمه واحب اصوره يعني لكم وتشوفون. هو مو قصة اعلمكم، لا، بس يعني مشاركة لا اكثر. عندي هاي خانة البقوليات، خانة المسواق الشهري مثلا عندنا اللي اسوقها اخلين هنا، او مواد يعني مالت الحصة او الغذائية الكمية ما اعرف شو يسموها. المهم اخلين هنا. طبعا انا هسه هذني المعجون يعني القواط اللي عندي قديم، يعني مثلا كان بداية الصيف بديت بهذا الفيديو بس ما نشرته، يعني بسبب امتحانات وانشغال وهالسوالف وما اعرف شنو فما نشرته. حاليا انا ما استخدم هاي القواطي مالت المعجون نهائيا. ليش؟ لانه ما بي طعم، ما بي لون، ما بي اي شي، يعني لو ما ينطوها افضل صراحة. فابدلهن اكو اخذ قزاز، القوطية او العلبة تصير قزاز كلش المعجون مالته طيب. والله ما اعرف اسمعوا بعدين ان شاء الله فد يوم اراويكم اياه، وين ما تشوفوه اخذوا من عندهم. هنا اجيت اغير كاونتري الحلو. صح كاونتري صغير، خلينا نقول 3 أمتار ونص، بس اني احب كل فترة اغير سطح الكاونتر. ليش؟ لانه التغيير مطلوب بكل وقت، التغيير مطلوب. يعني احكي لكم شي. شوفوا انتم من تشيلون حاجة من مكان تخلوها بمكان ثاني شقد ترتاحون، شقد نفسيتكم ترتاح. زين يعني مو انه مثلا اني اغير شغلة اشيلها افقدها من نظر، يعني فترة من الزمن مثلا اخليها شايلتها فد سنة بالمكان يعني ضامته، وارجع بعد سنة ارجع الشغلة بمكانها او الحاجة بمكانها، واضيف اشياء ثانية بسيطة بس بلمسة حلوة تصير ومنظر جميل. اني عندي هذا الطبع، يعني حتى قبل من يعني كان بيتي مو ملك، ولا أنا ما قعدت فترة هواي إيجار، بس لحد ما بنيت بيتي قعدت إيجار. أما قبل الحمد لله هماتين كان عندي بيت. فايش كنت أسوي؟ ما كنت أخذ أشياء للبيت. إذا أشتري مثلا رمضان عيد أو يعني مثلا تغيير موسم هيجي، تاخذ اشياء بسيطة بشكل، يعني تقول أنا قاعدة إيجار وما مستقرة واحتمال أغير كاونتري واحتمال وكذا وكذا، فكنت ما أخذ أشياء هواية. لكن هسه الحمد لله والشكر وفضل رب العالمين والملك لله، صار عندي ملك وهسه قمت أخذ أشياء اللي بنفسي. زين فهنا سويت أني كل مرة أروح المنطقة، يعني هناك عندنا هنا بكركوك بيها مولات أو بيها محلات شو تبيع مواد منزلية، يعني هيك أشياء مثلا نقول يبيعون أكو تنزيلات، يعني هو المحل اسمه تنزيلات، بس أما الأغراض والأشياء الموجودة مو تنزيلات، لا، يعني كل منو سعره. فأحب دائما أروح لهناك وألقى هناك أشياء ماكو مثلا يمنة. ليش؟ لأنه ذيك منطقة شلون أقول لكم، هسه أشرح لكم الرقعة الجغرافية مالتها. هناك شلون يعجبون شغلات من السليمانية من أربيل، زين، فأشياءهم حلوة تصير. منطقة اسمها رحيمة، وأعتقد أني كم مرة ذاكرتها بالفيديو. فهناك أروح أخذ من عندهم أشياء حلوة. هسه هذا الشكردان، هاي منظمة أو شو يسمونها، هاي سلة طابقين أخذت الكوفي، هاي المنظمة الشكردان، هاي المزهرية كلها أخذها من هناك. بنات هواية حلوة يعني الأشياء اللي عندهم. أهل كركوك إذا تحبون تعرفون منو علي هراج معروف،
يعني كلها تعرفه، حتى المحافظات يعرفوا. باختيار هماتينا المعروف. زين توب سيتي نفس الشيء، يعني راح اخذ من هاي الاماكن. فكل ما اروح للمسواق الشهري واقول له ابوي من اخذني على هاي المحلات، او ابو نبأ بالاحرى، خذني على هاي المحلات كلش حلوة شغلاتهم. المهم شوفوا لي الكاونتر، شوفوا الجمال، شوفوا شلون صار يخبل، طبعا باشياء بسيطة. زين هسه اني هذا الديكور غيرته، صار لي يومين. طبعا هذا الفيديو بداية الصيف، اول ما غيرت ورحت اشتريت اللي احتاجه. زين فسويت لها الترتيب. حاليا غيرت وان شاء الله تشوفون الفيديوهات القادمة. بس اني احب اصور لكم، ومن يصير عندي مجال امنتج الفيديو انشره. زين عيني. المهم هسه هنا اريد من عندكم تعطوني لايكات حلوة من ايديناتكم اللي تخبل. يلا حبايبي، تعالوا هسه نروح بعد ما خلصنا المطبخ وترتيب المطبخ، نروح ناخذ حبشكلات. هذا ضمن المسواق اللي اروح اسوقه كل فترة اني، يعني كل 4-5 ايام. هنا سويت الغداء مثل ما تلاحظون، شي بسيط. نغسل المواعين، اني حاليا هناك اغسل المواعين، يعني قصدي بوقتها هنا اغسل المواعين، حاليا لا، بمطبخ الحار حولت كل شي المطبخ الحار. ما خليت شي هنا بعد نهائيا، يعني ماكو، بس الترمز لانه ما اخذت براد لحد الان، وما ناوي هسه اخذ براد صراحة. زين فاريد اخذ براد ان شاء الله منضدي، بس مو هسه، ان شاء الله بايام القادمة احتمال اخذ، يعني لو شلون نقول هالاشهر لو بعد اجله، لانه اني اريد اكو فكرة ثانية ببالي اسويها، فحاليا مو وقته. هسه ان شاء الله تشوفون الفيديو شلون مسوي المطبخ مالتي، وشلون غيرت البيت تغيير كامل سويت بالبيت. يعني شلون نقول اشياء غيرتها مكاناتها، سويت تعمير، مو تعمير وانما يعني ضفت اشياء للبيت. زين فان شاء الله بالفيديو القادم تلاحظون. بس اريد من عندكم لايكات حلوة حتى الفيديو يصعد. زين حبايبي، هنا طبعا انا دا اغسل مواعيني.